هم لازم يدرك الركوع يا ولي. قال الطائفة من العلماء يسرى أنه يدرك الركعة، وقالوا وهذا قول مسخر، وذل استدلوا بالقراءة والإمام له قراءة ولا عين وقع في الفاتحة، لكن عبرت عليهم الأحاديث الأخرى فيها لا صلاة إلا في فاتحة الكتاب، أن الصلاة ما جاءت فيها الفاتحة باطل، يصف حق إمام صف حق مامون صف حق فذ لا عين ولا إلا كلها. عاد من آدم هامه يعود مطابه ويسلك من ذلك اللي نقوله، يعود باطل همه راجح المذهب يحضر فيه، يقول نحن كافرين عن قال الطائفة عن حد درك الركوع وحده كافي، يقول له خير شابون لش من الأحاديث يغلب صبره بالنص باطل. شنو هو رأينا؟ حد منكم هم الرشاد الدين دلوقتي حاله قاعد بيه هات الناس تتفاتح، سمن هو يقول لا جبت ركعة بالفتحة والسورة وأنا درك بالركوع نزيد بركعة، وش يقول كذا وشو كذا، والناس الهشي تتفاتر فيها من جديد. ركعة ما الخشية فات الركعة يا حرام دونها، قال خليه مذهب ابن القاسم يا حرام مهبل ذاك ويدب قصفين الخشية فات ركعة حرام دون الصف، ياك ذاك الإمام راكعا وتعود عنده الركعة ويدب ورا ذاك وعده. هذا هو مذهب ابن القاسم. قال مالك عن ذنب هيتواصل، رأي مالك أنه هيتواصل عن حد يمشي إلين يلحق الصف حد أنه يحرم، ومنين يا حرام لا يعود لازم على ذاك أنه صلاته كل ركعة منها لا يسلم على الإمام الفاتحة اللي يدرك، ومن يسلم عنه لا يجيب ركعة بالفاتحة والسورة الفاتحة باطل. هو ركعة معه. أنا ندور لكم حالة قاعدة تسيركم من التوريط اللي يقولون لكم هم الراجح في السنة وهو راجح المذهب وعليه الرجال الذين هم الرجال في المذهب وهو المذهب. أنا صلى قاعد ما تصحدون الفاتحة قاعد صلى أين عليه الصلاة كام معناها لا بد لك من كل ركعة تعرض فيها الفاتحة والله تبطل صلاته. بإمكان أحاديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا من اللي مخالف غير تقولوني هامكم تعرفوا اللي عندي لعل يعود ابن تيمية من اللي رديت عليه ما قطن برضو إذا عدت هامكم شيء مكذوب ولا فيه كلام. هو حد قالوا عن البقاة على خليل كونه ما قال عن حد لا يشك حكم ما يحرم قالوا صراحة هذه بقاة على خليل. حد هام شيء ما فيه كلام، القول اللي مشهر عنه كافيه الركوع، والقول اللي قال عنه ما ينفع قال وصلاته باطلة. هذا كامل في نطاق المذهب المالكي، والأدلة المستدل بها أرشح فيها الأدلة اللي قالت عن صلاته لا بد لها من الفاتحة. سمعتوه هذا بين المالكي. حد همه الأحواط اللي ما فيه قاع رواية يخلي عنه ذي المبادرة ولا يحرم. شنو يحرم في الرواية لا يقولوا له الحديث الصحيح المذهب أن صلاته باطلة إلا ما شابها كاملها بالفاتحة. شنو بها؟ يقولون لنا باش يسلك من ذا الخلاف. هذا الناس الهيوت تتحاك فيه من اللي وقع الدار العام هو من قاموا فيه، ونحن عدلنا لهم المكتوب كانوا يتعطوا العافية. شوف انت هاك داخل المسجد وتقول تركع تقول له الأخر إلا إلى أمثلة اختار من الأخر يعطي المطابق ما يكتفى بدراك الركوع بل المحققين قالوا عن اللي تندرك به الصلاة ركعة تامة فاتحة وتناطحف هذا قال خليل. وركع مع الخشية فوات ركعة دون الصف يدب كالصفين لآخر فرشته. هذا رأي ابن القاسم والمواق والحطاب قالوا لا، المالك قال عنه ممنوع ما هو الله يواسي الله يمشي لين يلحق الصف. استقلع حد قاع حامر مالك وحاني لين يلحق الصف قولوا لي ما تقلاش به اللي هو إلى واسي الأولى لا يطيح الزلداك منين يلحق الصف ما الشاكل. بسم الله الرحمن هم مشاكل عليهم وجودهم وإلى ما أتيناهم من بعيد ما نقدر نلحقونهم أنتم الشاكل عليكم. جاوبهم تعالى اللي دور والله لحقون أنا نعرف عنهم لما مرتهم إلا عودان على مجرد الركوع كافي، وإحنا نقول عنه ما هو كافي. الراجح في المذهب المالكي عنه ما هو كافي، والأحاديث الصحيحة الصريحة لكنه ما هو كافي. ذاك اللي استدل به اللي انتم شيخ الإسلام ذاك الحديث مرسل ذلك هو طعمه يستدل
قعدوا له الحفاظ. قال ما بخاري عن ذاك الحديث ما يثبت في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن، ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذان قراءة الإمام له قراءة. يخلوا واحد منكم لا يقول حرف والله يفتي والله يقول ظاهر لي ما لا طولوا النبي خلوني انقضيتم قراءة تسمعها كاملة. ومنين توها سقلوا عنه سقلوا عنه. هذا لا تهمكم تسلكوا ولا تسلكوا من ذا المحذور منه اللي تتفاتروا فيه يكون قيم من عام. واسود الله نقول لكم يا ابوي لا شيء لا تركع رواقك اللي دراك الركعة جاني عليك. ومالك قال عنها ممنوع ذلك. انت تختار مالك والله الله بن القاسم لا تكلموا. قال مالك عنك لا تركع دون وياك ذيك نمشي لين تلحق الصف عدنا تحرم. قايل لكم انا اعلمكم قال حال الصف لين يلعبوا ايمتكم كامل اسكت ترحبوا اذنيكم تسمعوا ذا كامل ولا ما هو فاصلكم منجم من بعيد يقول لكم حد كذا ولا يعود يسقاه لكم تبقوا فرطوا خلوا يسبقكم كامل. انا سبقتكم الاكتفاء بالركوع وخلقت الله هو اللي نعرفه وخليت سبقكم القرايه هذا فهمت هاك عمل خشيه سبقتكم غير ثمرة اللي في الشرائع لا نقولها لكم. وثمرة اللي جابوا المحدثين أئمة الحديث اللي يعرفوا وترجيحهم ذاك اللي له نقول لكم والطعن ذاك اللي قلت انت ابن تيمية قطق نوازله قال ماني قايل لك ماهر في العلم تنزل ذاك قال كامل وخلوني نصمق عليكم اذا كان ينفعكم جمعوا تبقوا عيدكم قال لا نقول لكم لا شيء حق ولا انا متفاتني قلت حد يصمق على حد يدور يليش كان يدخلوا ولا يقول منين يبغى تشوف وتواسوا هذا إمامكم ياسر فيه عود لا بلطة بربص كافيه من القيام إلى حصل طمأنينة. أقل الكمال اللي هو التسبيحات والسجود ما قد حالي. صلاة الفقهاء معروفة من شطار وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي تابعك بها مستدوا ما يقولوا الناس تابعك بها. ياسر اصطبلتكم ومصلينكم حاليا إلا لا يندوروا نقولوا لكم اللي تواسوا سولا نقع وجهه خير حد يواتي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان الأركان يسبح 10 تسبيحات نصف الصلاة واجبة وأقل الكمال أهل التسبيحات في السجود أهل الركوع. قال ما مرينا إلى هذا منين تحانوا تلحقوا الصف الأول إمامكم فرض يرفع ما تقع حرمتوا عودوا دايما يجين بالطاب خلوا عنكم ذي الحالة الولية اللي يطيحكم الزرداء يبطل صلاتكم عند شيء راجح وصحابة وتابعين شبكم به من تقول والله تلحقوه يرفع الإمام الله أكبر من شاء فليبادر وأحرم المسوق فورا ما الله ما إليه تغض عليكم قال لا قبل تسمعوا المال اللي تلحقوا الصفر قوموا لهم انتهى اللي تقريه لهم المنكم ما سمعت حتى يجي حد سمعه يوضحوا له وأحرم المسوق فورا يدلعوا إمام وراه ولك لا برك ما فيكم تلحق الصف ما طع قلت الله أكبر. هذا الركوع المرطق ولا يجيهم لا كارك تدرك به الصلاة ولا يعقب ذاك عيش مخيار خليها أنك خليته جيب صلاتك تام كل ركعة فيها الفاتحة ما يتواسي هذه أنا لا تدرك ولا رأي ابن القاسم وقوله مسهر وتلقط له اللي قال هذا قال حديث مرسل على صحابي كبير وكذا وكذا قاعدوا له الحفاظ من لا أدري قاعد كتبت أنا في المكتوب خلي سبيل الحرة المنيعة إنك لاق دونها ربيعة وقفت البخاري محمد هم وقفت البخاري هذا ذاك الحديث ما صح في الحجاز لا في العراق لا في الشام راه بعد قاعد لحد كيف معك فطبعا وفاء هذا هو الكمال وهو اللي الله تواسل. حديث عبادة بن الصامت صحيح قال أبو عمر بن عبد البر وغيره أنه صحيح وجاء النبي أسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت بعضكم خالجنيها أو كما قال ما لي أنازع القرآن. والحديث نفسه مستدل به المالكية عن كافية قراءة الإمام كافية المام. هذا الحديث نفسه صحيح من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم قالوا له حق سمعت عرضوا معها وهو يجهر سمع القراءة قال لهم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه نص في عين المسألة اللي تقول لا صلاة إلا لما قال. والبخاري عدل جزء القراءة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ذا اللي فيها من الحديث لا ينتهي. والتحقيق اللي يحرر فيها عن لا صلاة صحيحة ما هي تامة بها اللي هي باطلة
شي باطل ما قال لا صار ثلاثة هي صحيحة ذاتها ما تقدر تنتفى فيها الإجابة. والمنتفي فيها أول المجازين اللي هو الصحة ما هو الآخر اللي هو الكمال. ما يكيف لا صلاة إلا لشاهد المسجد إلا في المسجد ما يكيف. هذا ابن الحال حدد وقلد كلمة الشيخ خليل وقراءة وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ فقط. والإمام مكافئ عنه يغرج الحديث عبادة تعالى ويغرج العمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم اقرأوا بها. قالوا له وإن كان القارئ أنت قال لهم إن كنت أنا القارئ ما الفاتحة شهروا بها. قالوا وإن جهرت قال لهم وإن جهرت. وهذا عليه دب الله الصلاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا عن ذاك اللي يدرك مشرد الركوع الركعة بقى من اللي ما أدرك قالت السورة قيام السورة والسورة هذا ما أدركوا. وابن القاسم روى ابن القاسم عن وروى عن مالك عن حد ما قرأ الفاتحة مع الإمام يدرك الركوع ما يكتفى بذاك الركوع ما يسلم الإمام يجيب ركعة بالفاتحة وبالسورة. والبيهقي فرضها بالجزء كبير إلا صحة حديث. والبخاري فرضها جزء القراءة. إذن يا أبواتي اللي راجح وصحيح أنا لازم لا يصلي ما يذكر إلا إدراك الركوع. هذا بعد إلى أقل وسكت أمه لا الله حد ما تريد تفاتل معه ولا يقبلها يخليه يضل والله يموت. إلى شاهد يبين له كيف اللي قلت لكم. وإذا عاد عنده علم يا الله يجيبه. حديث عبادة بن الصامت نص في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم من يسمعهم قراء خلفه ذاك اللي منهم قال سبح لا قسمته معاه اسمعها ما لي أنازع القرآن وانتهى الناس عن القراءة قال لو ساعي هذا قول لو ساعي انتهى الناس عن لا مدرجة ما هي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هم اللي هذا خليفتهم وقالوا بها اللي الصرق ما جاءت فاتحتها حد هام ويبات السلامة فاتي قلت لكم ولا يخلق قاعدة اللي قالوا له الخلين اللي أهل إدراك الركوع يقول تقع لا يزيد ركعة من تواسوده ما تخلق خليل قال لكم لا تحرموا إذا أعطوا بكم تشكوا وأي شك فوق قال لا حرام لا تبقى ببلية لا تبطل صلاة إلى ما جاب فتح الأسرة أنا إذا ما قرب هنا قلت كايسو يخلق ذلك. ولو قال إدراك هذا الركوع وحده ما هو واجب عليكم هنا ولا حق الإمام راكع ما يروا القدام لين تلحقوا من العشرة عالم أيش بخيارش لا يحكم فيه إلى عاد قال لكم خلينكم ادركتوها خاصة كنا نقول أنكم ما أدركتوها. أنا ما تندرك ما هو ما يدرك الصلاة ما هو حد جاب ركعات وذاك ركوع مجاز عن الركعات قالوا ذاك المجاز ما تندرك شو حديث عبادة النص جواب عن شيء وما لا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الشيء إيه جواب هذا أكثر منه الأحاديث هذا اللي كيف اللي لا تنتهي كثرة. المكتوب مطروح الأقوال الراجحة في أن الإمام لا يتحمل عن الماموم الفاتحة. المكم هم شيء راجح ومعلوم يعرف لو المكم يبغى يقلد والله يمشي مع حامل العود ودرسنا الناس تسأل عن المسألة حامل دوال يمشي مع الشيخ اللي يبغى هذه المسألة كثير سؤال عنه كثير والثلاثاء المقبل إذا قضى الله الحياة في دين درسنا. أيوه فإذا الأقوال الراجحة قومها لهم من يجي الثلاثة الجاي يقرأها لهم مسألة جدد